السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف خير. متابعيني الكرام، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة شهيتكم في الجنة إن شاء الله تنال إعجابكم. قبل ما نبدأ معكم طريقة التحضير ونذكر المقادير، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وأيضا خلوا لي تعليقاتكم وآرائكم على الفيديو. نبدأ المقادير مع بعض. هنايا في الوصفة واش عندي توابل لكل مكون. عندي حوالي فلفل أحمر حار، كزبر، كمون، بابريكا، راس الحانوت وكركم حوالي ملعقة صغيرة، وأيضا 4 ملعقة ملح، ثوم ونصف ليمونة. فخذين من الدجاج كما شفتوا شوضتهم، بعدها أغسلتهم بالخل الأبيض. راح نحط هنايا الدجاج نتاعي في الصحن ونضيف عليهم التوابل هنايا راح نخلطهم كامل قبل ما نضيفهم، يعني باش الدجاج نتاعك ما يكونش فيه كل بلاصة والذوق تاعو، راح يتخلطوا كامل مع بعض. نضيف حوالي نصف ليمونة، راح نعصر حوالي نصف ليمونة، ونضيف أيضا ملعقتين كبار من زيت الزيتون أو زيت النباتي اللي متوفر عندك. أيضا راح نضيف حوالي نصف ملعقة طماطم مصبرة، ونضيف حوالي ملعقة صغيرة مملوءة من الخردل راح يعطيه هذيك الحموضة ويزيد له البنة تاعو في الدجاج. خلط كامل المكونات مع بعض. من الأحسن أن نستعملوا اليد تاعنا باش ندخلوا كامل المكونات مليح لداخل. كما شفتوا معايا درت ملعقتين زيت زيتون نباتي في هذه الوصفة. تقدروا تنحوا الجلدة تاعها، أنا خليتها هنايا باش تعطيني المنظر للصينية تاعي. راح نخليهم يرتاحوا. من الأحسن أنك ديريهم الصباح وطيبيهم في الليل، ولا العكس ديريهم الليل طيبيهم الصباح. نروحوا دكا للخضر اللي عندي حوالي حبتين تاع بطاطا قطعتها كما شفتوا دوائر، بصلة كما شفتوا معايا قطعتها أيضا دوائر، 2 من الجزر و2 من الفلفل الحلو، يعني الكمية هذه ل4 إلى 5 أشخاص. توابل نفس التوابل راح تخلطيهم أيضا، والملح درت هنايا حوالي ملعقة صغيرة من الملح. راح تخلطي كامل هاد المكونات مع بعض، راح تخلطيهم كامل مليح، ما تخلوش كل بلاصة وكفاه. بعدها هنايا راح نضيف الطماطم اللي كنت قطعتها دوائر. انا الطماطم فضلت اني نديرها من الفوق باش يعطيني منظر للصينية تاعي. هنايا راح نضيف الدجاج من الفوق كما شفتوا معايا. حطيت الفرن تاعي يسخن من التحت، شعلته على نار قاويه باش كما نقولوا كي راح تغلفيه انت من الفوق ما تخافيش انها تتحرق لك، خاصه كي تغلفيه بورق الكبريت وبابي الومنيوم ماهيش راح تحرق لك حتى وكي تقوي فيها في النار. بعد هنا كما شفتوا معايا الوصفه ما درتش فيها الماء، لانها من بعد هذا كامل يخرج منها الماء تاع الخضره كامل يهبط. راح نغلف هنايا الصينيه تاعي ورق الكبريت وورق الالومنيوم، راح نغلفهم باش ما يخرجش منها هذاك الهواء اللي فيها. غلفيها باحكام. نحطها في الكوشان تاعي، نشعل عليها من الفوق ومن التحت نار قاويه كما شفتوا معايا هنايا. بعد ما طابت لي خرجتها، هنا نحيت لها الورق نتاعها، بعدها نحمرها. بعد ما حمرت لي كما شفتوا معايا المنظر تاعها يشهي. راح تخليها حوالي 30 دقيقة تطيب. بعد ما تطيب راح تنحي لها ورق الكبريت نتاعها ورق الألومنيوم. بعدها راح تدهنيها بقطعة من الزبدة من الفوق يعني في الدجاج، وترجعيها للفرن تاعك راح تحمر من الفوق وشهية طيبة إن شاء الله. هذه هي وصفة نهار اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. مع لي غنلقاكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة وفي وصفات جديدة إن شاء الله.